بعض الناس لما يجي للإمام يعني يجيب احتياطه، هواية محتاط يكون، اللي دائما لعله أكرر أكثر من مرة سامعين مني هذا الكلام. احنا بعضنا يتصور أنه إذا راح للإمام قال له يا علي أعطني فلان، أعطني فلان قضية، سوي لي فلان، هذا الشرك. لا هذا مو شرك. تعجب أنا بعض الناس يقول لا هذا شرك. لما تروح السيلة يقول قل للإمام اسأل الله تعالى أن يعطيني. وليش؟ ما الله ما يصير شرك. أنتم تصوروا الآن لو الإمام صاحب العصر والزمان سلام الله عليه موجود، واحد يروح يقول له يا صاحب الزمان اسأل الله عز وجل أن يعطيني المال، يقدر؟ يعني هذا إذا سألك الإمام قل له سيدي أنا ما أريد يكون شرك في هذه القضية. خوف. إذا واحد يروح يقول مثلا الزوجة تقول للزوجها تطلب منه شغلة، مثلا تقول له بالمال أو من المال الذي أعطاك الله أعطني، هناك ليش مو شرك؟ أي واحد من عندنا يروح للخباز مثلا يقول له من الخبز الذي الله عز وجل رزقك أعطني، يضحكون عليه يقولون هذا ودوه طبيب نفساني عقله بإشكال 100%. بس لما نجي للأئمة لا، بالأئمة ما بيش، يروح يقول للإمام سيدي أنت أطلب من الله خلي يعطيني. شو الإمام موظف عندي أنا أقول للإمام اسأل الله تعالى روح، يعني شنو؟ ما أريد أتكلم بكلام غير مناسب. يعني شنو أنا راح أقول للإمام يا ابن الرسول روح اسأل الله خلي يعطيني إليه؟ خو أنت روح اسأل الله. عشان أنت ليش رايح للإمام؟ خو أنت ارفع يدك قول إلهي يعطيني فلان. لما تروح للإمام روح بأدب الشيعي الموالي، بأدب الموحد. هذا مو شرك، هذا أبدا ما له علاقة بالشرك.